ولقطة مهيبة عظيمة، لقطة المسرح وواقف تايبر بيتكلم على المسرح وعمال يخطب في الناس فجأة وهو حقيقة ايرين اللي احنا شفناها. ده ايرين ده شخصية اصلا من الاول بقى كانت عاملة ازاي، وايه قدرته ان هو يخش جوه الماضي ويغير فيه، وازاي ممكن الماضي ده اللي هو غير فيه يبقى ليه تأثير في المستقبل. وزيك ذات نفسه وايرين بيفرجوا على اللي كان بيحصل كان منبهر. لو انت مكمل معايا لغاية دلوقتي ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. انا عارف الحلقة طويلة نوعا ما، ولكن لو طولت قوي اكيد هقسمها. اوكي، فانت دلوقتي غالبا شايفني في الجزء الثاني، تمام؟ ايرين وراينر بعد غياب وبعد المواجهات اللي هم تواجهوها في كل السيزونات بقى، في كل المواسم تواجهوا مواجهات كتير جدا 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 جدا، فجأة يلاقي راينر يلاقي ايرين قدامه بيكلمه، والكلام والمحادثات والحوار اللي ماشي ما بين الاتنين لدرجة ان راينر ما استحملش وانهار وبدأ يتأسف على كل اللي هو عمله، لانه شايف قدامه شيطان، شايف قدامه حد مش عادي. ولقطة مهيبة عظيمة، لقطة المسرح وواقف تايبر بيتكلم على المسرح وعمال يخطب في الناس، فجأة يطلع ايرين من تحت ياكله أكل يقضي عليه. شايفين الرمز ده؟ ملوش أي قيمة نهائيا. مشهد من المشاهد اللي كانت سريعة جدا، ولكن كانت بتوضح لنا حاجات كتير جدا، بتوضح لنا التغير الكبير اللي كان في شخصية ايرين من بكاية لحد مش فارق معاه اي بني ادم، لانه بعد كده بدأ يلطش في كل اللي موجودين، كل مارلي حرفيا بدأ يلطش فيهم. مشهد من المشاهد اللي انا اكيد عارف ان انت ما افتكرتش ان انا ممكن احطها، مشهد السجن. ايه يا توفيق مشهد السجن ده؟ مشهد السجن اللي كان ما بين ايرين وهانجي. ازاي هانجي وهي بتكلم ايرين فجأة ايرين اتعصب عليها وقام ماسكها وقام بيزعق فيها وبالشكل ده، وهي حاولت تتدارك الموضوع، ولكن هي عرفت ان اللي بتتكلم معاه ده مش ايرين بتاع زمان، ده ايرين مختلف. ووقوفه قدام المراية في تكملة المشهد ليها وهو بيعدل شعره وهو بيلم شعره، ازاي واقف هينتقم من كل الموجودين من غير ولا كلمة بتعرف من عينيه وتعابير وشه. المشهد اللي بعد كده هو مشهد مهيب، مشهد عظيم جدا 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 بشكل مش طبيعي، وهو مشهد انتحار قائدين الفرقة اللي هو بيكسز والتاني القائد بتاع المار اللي انا مش فاكر اسمه ومش عايز افتكر اسمه، وهم قاعدين مع بعض في السفينة وبيقرروا بيكلموا بعض، والاتنين بيتناقشوا مع بعض في اتحاد عمرنا ما كنا هنشوفه في حياتنا وما كناش متوقعينه، وبيقرروا ان هم ينتحروا وسط القنابل علشان يدمروا السفينة اللي موجودة دي. مشهد من المشاهد المؤثرة جدا اللي محدش فينا كان متوقعه، ودي كانت اهميته. المشهد اللي جاي من المشاهد اللي خلتك تفكر في حياتك كده، انت لو قائد او انت ليدر تضحي باللي حواليك علشان المصلحة العامة ولا ما تضحيش؟ وهو فرقة ليفاي بعد ما كلهم اتحولوا لعمالقة وليفاي في نصهم كده، وفجأة خد القرار في جزء من الثانية وبدأ يدبح فيهم واحد ورا التاني وخرج منهم كلهم سلام، بعد ما كان زيك فاكر ان هو عمل خطة سليمة وقدر انه يقضي على ليفاي، ولكن عمرك ما هتقدر تقضي على ليفاي بشكل زي ده. وليفاي قدر ان هو يطلع من اللي هو فيه، وقدر فعلا انه يقضي على كل اللي موجودين. فعلا مشاعره مهزوزة، انت شايف ان مشاعره مهزوزة، ولكن هو قادر يسيطر على مشاعره وفعلا ما اهتمش بولا شيء وقضى على كل العمالقة اللي هم اصلا فرقته واصحابه. وبقى اللي جاي هو مش مشهد، هو كذا مشهد، وهو حقيقة ايرين. حقيقة ايرين اللي احنا شفناها كلها في فلاش باكات، شفناها كلها في حاجات كتير ما بين ابوه ما بين زيك، شفنا زي وسوسته لابوه في ودانه، عرفنا ده ايرين ده شخصية اصلا من الاول بقى كانت عاملة ازاي، وايه قدرته ان هو يخش جوه الماضي ويغير فيه، وازاي ممكن الماضي ده اللي هو غير فيه يبقى ليه تأثير في المستقبل. وزيك ذات نفسه وايرين بيفرجوا على اللي كان بيحصل كان منبهر. ازاي انا اخويا بالشكل ده من التفكير، بالشكل ده من القوة من الشر. ايوه ايرين شرير، اللي عمله ده كله يثبت ان ايرين شرير بشكل مش طبيعي. وازاي خلى ابوه يقضي على كل اللي موجودين، يقضي على العيلة المالكة، ده توحش. في مشهد بقى مسرحي، مشهد كده زي ما نقول مونولوج ما بين ابو ايرين جريشا ييجر وايرين نفسه، ولكن جوه دماغه. ازاي ابو ايرين كان عمال يتاسف لزيك وهو بيتكلم ومنهار تماما وعمال يلف يمين وشمال وعمال يتاسف. طب هو بيتاسف على ايه؟ احنا مش فاهمين. وبعدين فهمنا ان كل اللي حصل ده لان جريشا ييجر ما كانش مصدق،
كان في لحظه انهيار وضعف، كان مش مصدق ان هو فيه ازاي ابني ايرين يعمل كده او يفكر ويخليني انا اعمل كده، وما كانش مصدق نفسه ان هو خلى ايرين يسيطر عليه ويعمل اللي هو عمله ده، انه يقتل عيال الملكه كلها. مشهد من المشاهد المهيبه جدا. المشهد اللي جاي من احزن المشاهد اللي كانت قريبه مش بعيده خالص خالص، وهو مشهد موت ساشا. مشهد قتل جابي لساشا اللي كان مشهد مسرحي برضو، لان جابي شافت ساشا، شافتها كده في اول الحلقات، واحنا خلاص جابي حطيتها في دماغها، واول ما طلعت لهم فوق في المنطاد اول حاجه الطلقه جت فيها كانت ساشا، وماتت ساشا اللي كانت من الشخصيات البريئه جدا. ومشهدها وهي بتاكل البطاطس، كل الحاجات دي لما ترجع تشوفها دلوقتي مختلفه عن احساسك اول ما شفتها. ازاي دلوقتي احساسك متغير، انت حاسس بتأنيب ضمير، انت نفسك انت مشاهد مالكش دعوه بالموضوع كله، ولكن زي ما بنقول كده كبرت منك يا ياسين. لو انت تتفرج عليا لغايه دلوقتي ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو الشاي بلبن والبقسماط خلص هات بقسماط تاني وشاي بلبن تاني. المشهد اللي قبل الاخير وانا قصدت احطه في مشهد كوني واني وهم قاعدين بياكلوا، وازاي اني بتاكل بشراهه جدا، فكوني بص لها وقعد يضحك بضحكه غريبه جدا وعينيه مدمعه، افتكر ساشا. ازاي المشهد ده مؤثر جدا. كل اللي بيتفرجوا على الانمي لو اول مره بيتفرج هيقول لك ايه ده في حاجه غريبه، ده مش بيضحك كده ضحك وخلاص، ده متاثر حتى لو ما كانش متفرج على قبل كده. اما بقى لو انت مشاهد بتتفرج وانت عارف اللي حصل قبل كده، انت حاسس بحزن كوني، شخصيه انمي انت حاسس بحزنها من ضحك يا جماعه. كاتب اسطوري في رسمه وفي اظهار المشاعر، ازاي اظهر لك من ضحكه ان هو متضايق وهو بيضحك، هو حزين وهو بيضحك. والمشهد الاخير وانا قصدت احطه في المشهد الاخير لانه كان مشهد حزين، كان مشهد مسرحي، كان مشهد فيه استسماح، كان مشهد فيه قوه، مشهد موت فالكو وهو في حضن اخوه، واخوه وهو بيقول له اهرب، وبيستسمح زيك انه اخويا ملوش علاقه باللي بيحصل، ملوش علاقه بالموضوع ده كله، بس زيك قتل قتله ومش فارق معاه اي حاجه، وفعلا اطلق صرخته وحول فالكو لعملاق. انا ليه قلت موت فالكو؟ هو فالكو ما ماتش، انا قلت موت فالكو لانه مات انسانيا وتحول لعملاق، عشان كده انا صختها بموت فالكو. ولكن زيك حول فالكو لعملاق، واخو فالكو مات وراح فالكو واكل جيليارد. من المشاهد العظيمه جدا، من المشاهد اللي انا قاصد انهي بيها الحلقه بتاعت ال20 مشهد اسطوري. في الاخر مشهد لفالكو، ايوه انا اصريت احط مشهد لكده، ما رضيتش احط لك مشهد لايرين ولا ايروين، ولا مش عايز احط لك مشهد كده، انا عايز احط لك مشهد فعلا اسطوري وما فيهوش شخصيه من الابطال. ممكن زيك شويه يكون مؤثر في الاحداث ولكن ما فيهوش شخصيه من الابطال، في فالكو. وممكن تقول ان توفيق فالكو من الابطال، والله بقى ده جدال تاني ممكن نتكلم فيه، ولكن هم دول ال20 مشهد. مش عارف الفيديو هيكون جزئين ولا جزء واحد ولا ايه، ما اعرفش، بس لو انت شايف دلوقتي اللي انا بقوله ده فانت عارف اوريدي هو جزئين ولا جزء واحد، لان غالبا ده هيكون في اخر الفيديو. فما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو ما حطيتش لايك وسبسكرايب لغايه دلوقتي، انا مش عارف ليه ما حطيتش لايك لغايه دلوقتي، ولكن انا عارف ان انت خلصت الشاي بلبن، كلت البقسماط كله. سلام.